السلام عليكم. انا دكتوره ندى، مدرس مساعد في كليه الطب، والنهارده هتكلم معاكم عن ليه الدكاتره بيسافروا ويتركونا وحدنا ها هنا في مصر الحبيبه. والله هم حسب مركز التعبئه والاحصاء في سنه 2021 كان في حوالي 130 ألف دكتور شغالين بالفعل في المستشفيات العامه ومستشفيات الصحه ومستشفيات وزاره الصحه بصفه عامه. ولكن كم نسبة المقيدين في النقابة ومنهم كم في المية سافر؟ آخر حاجة أنا لقيتها سنة 2018 النقابة كانت عاملة إحصائية كده، لقوا إن المسجلين أو المقيدين في النقابة عددهم 212 ألف، منهم شغالين في مصر بالفعل 82 ألف، يعني أقل من 50%. 82 ألف يعني حوالي 38% بس من القوى العاملة هي اللي شغالة بالفعل. طب كم في المية مسافرين أو كم عدد المسافرين؟ المسافرين حوالي عددهم 120 ألف، يعني تقريبا نص الدكاترة المقيدين في النقابة سنة 2018 كانوا أصلا مسافرين بره. ضيف على كده إن الناس مكملة في الاستقالات، مكملة في إن هي تسيب الشغل. سنة 2019 و 2020 اتخرج حوالي 11 ألف دكتور، و11 ألف دكتور برضه استقال. فليه ده بيحصل؟ إيه السبب؟ والله هو الإجابة واضحة وصريحة ومش محتاجة حد يعني يقول لك بصراحة. يعني هو السبب إنه المقابل المادي ضعيف بصراحة. يعني انت بتشتغل دلوقتي دكتور، ممكن بتبات في المستشفى نبطشيات بتقبض اخر الشهر كام؟ ماكسيموم 8000 جنيه، اللي هم حوالي 165 دولار في الشهر. هو ده القبض بتاعك. في حين ان انت لو قررت تسافر، اي نعم هتصرف كتير على فلوس السفر على المعادلة، ولكن لو قررت تسافر اضعف مرتب في انجلترا 3000 جنيه استرليني، اضعف مرتب في امريكا 8000 دولار امريكي، اضعف مرتب في السعوديه 9000 ريال سعودي. طبعا هتقولوا لي هي ما بتتحسبش كده يا صاحبي، وهتقولوا لي في عندهم ضرائب وعندهم ايجارات غاليه وعندهم الاكل غالي وعندهم، بس انا هرد عليكم برد صغير قد كده. انتوا واخدين بالكم ان في صفر زياده؟ احنا بناخد 100 حاجه و60 دولار، هم بياخدوا 1000 آلاف. واخدين بالكم ان في صفر زياده، في رقم زياده؟ فلا، هي بتتحسب كده. هو ممكن يكون الرواتب في انجلترا بالنسبه لبقيه الوظائف ضعيفه، بس بالنسبه لمصر لا، مش ضعيفه. تمام؟ طيب يبقى دي اول حاجه المقابل المادي ضعيف. تاني حاجه ان الامكانيات نفسها ضعيفه. الامكانيات نفسها بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا الخدمه الطبيه عشان اقدمها بطريقه كويسه، وهي دي مشكله ازمه الدكاتره مع الناس العيان. يعني الدكتور مش العيان مش واثق في الدكتور، لسبب هو معتقد ان الدكتور عليه عامل كل حاجه، في حين ان الدكتور بيبقى محتاج ادوات تساعده عشان يمارس الطب بصوره مظبوطه. فبالتالي ضعف الامكانيات ده بيخلي الدكتور حاسس ان هو غير كفؤ، ان هو مش عارف يعالج صح، ان هو مش عارف يؤدي وظيفته بطريقه صحيحه، فبيحسسه بالعجز. احساس العجز ده مش حاجه حلوه. انت متخيل ان انت قاعد في شغلك وحاسس بالعجز؟ انت لا عارف تعالج ده كويس، ولا عارف تحط ده في سرير عنايه كويس، ولا عارف تحجز ده عشان ما عندكش سرير فوق. متخيلين؟ فتاني سبب وهو ضعف الامكانيات في القطاع العام. ثالث سبب وهو الاهانه للاسف. يعني الطوارئ بيبقى فيها خناقات قد كده، ومفيش امن كويس، مفيش كنترول كويس، حق الدكتور ما بيتجابش قوي بصراحه. اعتقد الكلام ده مش بيحصل في اي حته. رابع حاجه والاخيره وهي ضعف بدل المخاطر وبدل العدوى وبدل الاصابه وبدل الوقت. طيب ايه هي توجهات الحكومه حاليا في ان هي تحل المشاكل دي؟ اول حاجه ضعف المرتبات بتاعت الدكاتره زادت. يعني بدل ما احنا كنا سنه 2019 2020 كنا بناخد 3000 3600، بقينا ناخد 8000 بس. حصل التعويم. فبالتالي انا كنت سنه 2019 2020 كنت بقبض نسبيا اكتر ما بقبض دلوقتي، لانه ساعتها كان الدولار ب 16 جنيه، انما دلوقتي الدولار ب 50 جنيه. ف 3600 كانوا يعملوا 200 دولار وشويه، دلوقتي ال 8000 يعملوا 160 دولار بس. فادي اول مشكله الحكومه حاولت انها تحلها، بس للاسف جت مشكله التعويم. تاني مشكله وهي ضعف الامكانيات. هما هيعملوا المشروع العلاجي وهو بدأ يتطبق اوريدي في بورسعيد وفي اسماعيليه. هو الكلام على ورق كويس، ولكن هل هيتطبق بطريقه صحيحه؟ هل هيحل المشاكل فعلا؟ الله اعلم، وده لسه هيبان. هي الفكره في انه بدل ما الحكومه هي اللي تصرف، لا، احنا هنخلي جهات خاصه هي اللي تاخد بالها من الموضوع، وفي نفس الوقت هناخد من رواتب الناس
ونصرف بيها على المستشفيات، لان الحكومه مش قادره توفر، فبالتالي هنقص من الرواتب ونصرف بيها. الكلام كويس ماشي كويس، ولكن هل هيطبق بصوره جيده؟ الله اعلم وهيبان. تالت حاجه، عدد الدكاتره اللي بيستقيلوا نعوضهم ازاي؟ ولا حاجه، نخرج دكاتره اكتر. بمعنى ايه؟ كليه الطب انا مثلا عندي في اسماعيليه كان عدد دفعاتنا 150 200 بالكتير، دلوقتي لا، اقل دفعه 600 طالب. دي اول حاجه. تاني حاجه، نفتح كليات طب كتير، كليات طب اهليه، كليات طب خاصه، عشان خاطر نزود الاعداد بتاعه الاطباء المتخرجين. فبالتالي بحاجه حسابيه بسيطه جدا، لو 50% من الناس هيسافر، فانا لما اخرج 100 دكتور 50 واحد هيسافر و50 هيقعد، لا انا اخرج 1000 دكتور، 500 هيسافر و500 هيقعدوا، ال 500 اللي هيقعدوا دول هيفرقوا معايا. ولكن انا في رايي ان نسب السفر في الاخر هتقل. ليه؟ لان في فرق العمله دلوقتي بقى صعب، ما بقاش زي الاول. ففكره ان انت توفر ربع مليون جنيه دلوقتي عشان خاطر دي اقل معادله عشان خاطر تسافر اول ما تتخرج هتبقى صعب، فبالتالي هتضطر انك تستنى شويه في مصر، هتضطر ان انت تخلص شهادتك في مصر عشان تسافر ويبقى معاك سيوله كويسه تعرف تحضر بيها شهادات المعادله بتاعتك. ولكن لو انت عندك يعني بابا ممكن يساعد، ماما ممكن تساعد، عندكم املاك او حاجه زي كده، غالبا هتسافر فعلا. وده كده فيديو عن ليه الدكاتره بيسافروا ويسيبوا مصر. انا قاعده مش رايحه في حته، وبحاول أأدي مهنتي وواجبي تجاه هذا الوطن وتجاه طلبتي الأعزاء على قد ما أقدر. والله ربنا يعيننا، وإن شاء الله نكون أحسن أمة بإذن الله. أشوفكم الفيديو الجاي.